صينية البطاطس باللحمة، ودي من أحلى الأكلات اللي كلنا متفقين عليها. بعملها بطريقة سهلة جدا وفي حلة واحدة أو صينية واحدة أو طاجن واحد، وبتدخل الفرن وبتستوي كلها مع بعض. وعايزة أقول لكم لو جربتوا الطريقة دي هتعجبكم جدا وهتعتمدوها على طول. واول حاجه في الطاجن اللي هيدخل الفرن بضيف هنا بصلايه كبيره متقطعه شرايح، وكمان بحب اضيف عليها فصوص توم. طبعا الكميات دي زي ما تحبوا، وكل المقادير هكتبها لكم تحت الفيديو. وهضيف الفلفل الاخضر، استخدمت الحار والعادي. طبعا الحار ده اختياري، ممكن نستغنى عنه لو مش بنحب الحار. بعد كده هضيف كمان طماطم متقطعه شرايح بالشكل ده، استخدمت حوالي 2 طماطم كبيره، وممكن كمان نستغنى عنها ونستخدم عصير طماطم. هنضيف البطاطس اللي احنا قطعناها، انا بقطعها تخينة شوية عشان هتقعد فترة في الفرن. التوابل ملح وفلفل، 7 بهارات، وكمان بابريكا مدخنة. اهم خطوة بقى في وصفتنا النهاردة ان احنا هنقلب كل الحاجات دي مع بعض كويس قوي. مهمة جدا الخطوة دي، هي اللي هتميز الطاجن او الصينية بتاعتنا. قلبوها كويس جدا جدا، الخضار مع البطاطس غلفوها كويس. وبعد كده هنضيف عليها معلقتين من صلصة الطماطم. طبعا ما ننساش رشة السكر، وبرضه هنديهم تقليبة مع بعض. التقليب ده هيخلي الأكل يمتزج كله مع بعضه وبيدينا طعم حلو جدا. بعد ما قلبناه كله، بعد كده آخر حاجة هنضيفها هي اللحمة. أنا استخدمت قطعية السن، ممكن تستخدموا أي لحمة متوفرة عندكم، وكمان ممكن ضاني بتطلع حلوة قوي. هنقلب برضو اللحمة مع الخضار بالشكل ده، غلفوها كويس قوي. ممكن طبعا نستخدم صينية أكبر شوية، بس أنا بالنسبة لي كده تمام. بعد ما قلبت كله هضيف بقى شوية منكهات كده، دي اختيارية، ورق لورا، حبهان، زي ما تحبوا. اكيد هنضيف زيت نباتي او زيت زيتون، مش بفضل الزبدة ولا السمنة في الطاجن بتاعنا او الصينية بتاعتنا. بعد كده هنضيف حوالي من كوباية لكوبايتين من المية السخنة. طبعا ده بيتحدد حسب حجم الطاجن، كمية اللحمة، كمية البطاطس. ده كله هكتبه لكم تحت الفيديو المقادير اللي انا استخدمتها. هنغطيها الاول بورق زبدة، وبعد كده ورق فويل، غطوها كويس قوي قوي. وبعد كده هندخلها الفرن على درجة حرارة 190، الرف وسط. هتاخد من ساعة ونص لساعتين حسب حجم الطاجن او الصينية وحسب كمية المكونات اللي فيها. وبعد كده لما بتخرج بنشيل الغطا بعد الساعة ونص او الساعتين، بنشيل الغطا ونسيبها تاخد لون حلو، اللحمة متشوحة كويس قوي، وتتقدم مع رز بشعرية، بتطلع احلى اكلة. لازم تجربوها، ومتأكدة هتحبوها بالطريقة دي وهتعجبكم وهتعتمدوها على طول. ولو أول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب للقناة. ولو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسوش تعملوا له لايك وشير لكل حبايبكم. ومستنية كل تطبيقاتكم، واكتبوا لي في الكومنتات طريقتكم ايه في صينية البطاطس، لو بتعملوها زيي ولا بطريقة مختلفة.